كم مرة قلت لنفسك ابني غبي أو مش بيفهم أو عنيد مش راضي يسمع الكلام؟ وكم مرة حسيت بالعجز قدام دموعه أو عناده أو درجاته اللي بتنهار؟ الحقيقة إن طفلك مش غبي ومش عنيد، هو بس بيصرخ افهموني. تعال نفهم مع بعض في عمق عقل الطفل ونعرف أسرار العلماء في تربية طفل ناجح حتى لو كان بطيء الفهم أو عنيد. وهوريك المراجع في آخر الفيديو العلمية من علماء من كل جامعات العالم. في الفصل الأول أنواع الذكاء، ابنك ذكي بس بطريقته. الدليل العلمي بيقول فيه 8 أنواع من الذكاء مش واحد بس. ممكن ابنك يكون يا إما ذكي حركيا بيفهم بالحركة، أو ذكي موسيقيا بيحفظ بالأنغام، أو ذكي اجتماعيا بيتعلم بالتفاعل، أو ذكي بصريا يتعلم بالصور والرسومات. طيب إزاي تطبقه؟ لو ابنك مش بيحفظ من الكتاب، جرب معاه فيديوهات، ألعاب، تمثيل، أو حتى خريطة ذهنية، وكل ما فهمت نوع ذكاء ابنك هتعرف تعلمه إزاي. طيب في الفصل الثاني الطفل مش عنيد هو مش مسموع. النظريات الاحتياج النفسي العلمي بيقول الطفل العنيد غالبا بيكون مش بيثق ان حد فهمه. الدراسات بتقول ان الطفل اللي مش بياخد اهتمام او احترام لرأيه بيقاوم كل شيء. ازاي تتعامل معاه؟ اقعد معاه يوميا 10 دقايق من غير اوامر. اسأله تحب نتكلم عن ايه؟ لما يرفض حاجة قول له طب فهمني ليه. لو حس انك بتسمعه هيسمعك. في الفصل الثالث الطفل البطيء في الفهم محتاج وقت أكتر مش صراخ أكتر. بحسب جامعة ستانفورد الطفل اللي استيعابه ضعيف مش معناه إنه فاشل، لكنه يحتاج أسلوب مختلف، تكرار أكتر، أدوات بصرية، استراحات قصيرة وسط المذاكرة. نصيحة ذهبية: قسم المعلومة لأجزاء صغيرة جدا واثني عليه مع كل خطوة حتى لو بسيطة. كل تشجيع صغير بيساوي دفعة كبيرة في المخ. في الفصل الرابع أخطاء الآباء اللي بتدمر نفسية الطفل. انت غبي، انت فاشل، انت عمرك ما هتتعلم. الكلمات دي بتكسر الطفل من جوه. بديل علمي: قول له انا شايف انك بتحاول وده مهم، كل عبقري بدأ من الصفر، خلينا نجرب طريقة تانية سوا. ابحاث تؤكد الاطفال اللي بيتشجعوا على المحاولة مش على النتيجة بينجحوا اسرع بمرتين. في الفصل الخامس خطة عملية يومية للأب والأم لمدة 21 يوم. جدول يومي للتعامل مع الطفل العنيد أو الضعيف في الاستيعاب. هنقسمهم 3 حاجات. رقم 1 الهدف هو تقوية الأمان النفسي. إيه النشاط اللي هنعمله عشان كده؟ حضن وكلمة حلوة. الوقت 10 دقايق الصبح. 2 التحفيز العقلي. إيه هو النشاط اللي هنعمله؟ تعليم باللعب أو بالفيديو. الوقت 30 دقيقة مساء. رقم 3 بناء الخيال والتواصل. النشاط إيه اللي هيكون؟ قصة فيها قيم أو ذكاء. هيبقى الوقت إمتى؟ وقت النوم. في النهاية ابنك مش مشروع لازم ينجح بسرعة، ده إنسان صغير بيكتشف نفسه في عالم كبير. لو لقى فيك الحضن والصبر والكلمة الحلوة هيبقى أعظم مما كنت تتخيل. شارك الفيديو ده مع كل أب أو أم، خليهم يعرفوا إن الأمل موجود وإن كل طفل يستحق فرصة حقيقية. في رعاية الله. حاسب لكم المراجع حالا.